السلام عليكم، يا رب دايما بخير. انا جاي النهارده اتكلم عن موضوع خطير وهو استخدام المفرط للمسكنات. يا جماعه، نسبه كبيره من الفشل الكلوي في مصر هي بسبب استخدام المسكنات بشكل مبالغ فيه، وخصوصا في فتره الشباب. يجي لك الشاب اللي هو كان بيعاني مثلا من بواسير، او بنت بتعاني من الام اثناء البريود، تستخدم مسكنات بشكل مبالغ فيه لحد ما يحصل لها فشل تدريجي في وظائف الكلى، وتوصل لمرحله الغسيل. نسبه كبيره من الشباب بتعاني من الموضوع ده، موجودة حاليا في وحدات الغسيل في مستشفيات مصر كلها، وده بسبب الاستخدام المبالغ فيه للمسكنات. خليني اوضح لك ان المسكنات من عائلة النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز، دي من اكتر، يعني هي حاجة كويسة، بس للاسف استخدامها بشكل مبالغ فيه من اخطر الحاجات اللي ممكن تشوفها في حياتك. بتدخلك في فشل تدريجي بدون ما تحس باي حاجة. فجأة هتلاقي نفسك بتعاني من مشكلة في وظائف الكلى، وانت وانت ما كنتش بتعاني من اي مرض في الكلى. فلازم ناخد بالنا من استخدام المسكنات علشان نحمي نفسنا ونحمي اهالينا من الاثار الجانبيه للادويه دي. العائله دي اللي هي النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز، زي البروفين والكتافلام والكتولاك والديكلوفين والفولتارين والفاستافلام والاوفلام. المشتقات دي كلها دي من عائله نون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز. بتشتغل عن طريق ان هي بتقلل حاجه في الجسم اسمها البروستاجلاندين. البروستاجلاندين دي لها دور في الالام والالتهابات، عشان كده لما بنستخدمها بتسكن الالام وبتقلل الالتهابات. لكن لازم ناخد بالنا ان البروستاجلاندين دي لها وظائف مهمه للجسم، وخصوصا في المعده والكليه. في المعده البروستاجلاندين لها دور كويس في ان هي بتزود افراز طبقه وقائيه بتحمي المعده، او بتحمي جدار المعده من الالتهابات والتاكل، اسمها الغشاء المخاطي، وكمان بتقلل افراز حمض المعده. فلما انا استخدم مسكنات على المدى البعيد، الغشاء المخاطي ده هيقل، فيحصل التهابات وتاكل في جدار المعده، قد تصل لتقرحات، ويحصل لا قدر الله نزيف في الجهاز الهضمي. اما المشكله التانية او الاثر الجانبي التاني، وده اكبر مشكله واكتر مشكله بنشوفها حاليا في وحدات الغسيل الكلوي في المستشفيات، هي الفشل الكلوي بسبب استخدام المسكنات، وخصوصا في فتره الشباب. احنا قلنا ان البروستاجلاندين دي لها وظيفه كويسه في الكليه، ان هي بتوسع الشرايين اللي داخله للكليه، فبتزود الدم اللي هيدخل للكليه. فلما ندي مسكنات على المدى البعيد، الماده دي بتقل، فالشرايين بتضيق، فيحصل فشل تدريجي في وظائف الكليه بسبب نقص الدم اللي واصل للكليه. فللاسف المريض بيخش في فشل كلوي ويوصل لمرحله الغسيل. فلازم ناخد بالنا من الموضوع ده، من استخدام المسكنات. طيب هنعمل ايه في حالات الالام والصداع المتكرر والكلام ده؟ يا جماعه، الالم والصداع والحاجات دي اعراض مش امراض، يعني لازم ادور على السبب الرئيسي اللي مسبب المشكله دي واعالجه. ما اروحش افضل ادي في مسكنات والسبب الرئيسي موجود. يعني مثلا عندك بواسير، روح حل مشكله البواسير. عندك الام في البريود او اي حاجه، روح لدكتور النساء يطمن ويشوف السبب في المشكله دي ايه. عندك الام في المفاصل، روح لدكتور عظام وشوف المشكله فين وحل المشكله. ما تستخدمش مسكنات عمال على بطال. ولو اضطريت انك تستخدم مسكنات، استخدم حاجة آمنة زي الباراسيتامول. لازم ناخد بالنا وننبه على اهالينا وننبه على كل حبايبنا ان استخدام المسكنات من عائلة النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز دي من اخطر الحاجات اللي ممكن تشوفها في حياتك، لانها سبب رئيسي في الفشل الكلوي. وربنا يحفظنا جميعا.